في جملة احنا طول عمرنا فاهمينها غلط، الباب يفوت جمل. خلاص انت ما صدقت. طب يا جماعه، هو بعد اللي حصل من الجمل ده تعالوا بقى اقول لكم احنا ليه بنستخدم الجمله دي غلط. احنا لما بنقول الباب يفوت جمل معناها ان احنا بنطرد الشخص ده من هنا، بس الحقيقه بقى ان الجمله دي اول ما ظهرت علشان ترحب بالناس وتستقبلهم وتقول لهم اهلا وسهلا. الحكايه بيقولها الفقيه والمؤرخ ابن الجوزي، بيقول ان كان في واحد صوفي راح علشان يزور واحد صوفي صاحبه، فلقى ان البيت بتاعه صغير جدا والباب بتاعه ضيق، فقال له انت ليه ما عملتش باب كبير علشان تقدر تستوعب عدد اكبر من اصحابنا الصوفيين؟ فصاحبه قال له والله انا لو بايدي كنت عملت باب كبير يدخل جمل براكبه. فصاحبه اتاثر جدا بالكلام ده، ولما رجع على بلده قرر ان هو يبيع بعض املاكه، وكتب لحاكم بغداد طلب منه ان هو يخصص له قطعه ارض علشان يبني عليها مكان كبير يستقبل فيه اصدقائه من الصوفيين. وفعلا ده اللي حصل، وبنى مكان كبير وعمل له باب واسع جدا، واشترط على الناس في الافتتاح بتاع المكان انهم يدخلوا وهم راكبين جمالهم من الباب، في اشاره يعني ان المكان واسع وكبير ويقدر يستوعب عدد كبير قوي من الناس حتى لو هم راكبين جمالهم، لان الباب يفوت جمل.